هعمل معاكم النهاردة أحلى كفتة مشوية ممكن تدوقوها. هنعرف كل أسرارها اللي هتخليها معانا طرية وهشة وما تكشش، وهنشوف كمان التسوية المظبوطة ازاي اللي تطلعها تبقى طرية وبتقطم كده مش ناشفة وبتشد. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. معايا كيلو من اللحمة المفرومة. هنحط حتة كويسة من لية الخروف، بتدي طعم رائع مع الكفتة. يعني كيلو اللحمة بيبقى 3/4 لحم، والربع الباقي بيبقى ليا. انا فرمت اللية مع اللحمة وخليت الشوية دول بس عشان اوريهم لكم. وفي الطبق اللي هنجمع فيه كل المكونات هنحطهم مع بعض وهنسيبهم على جنب شوية، او ممكن نحطهم في التلاجة على بال ما نكمل بقية المكونات بتاعتنا. معايا رغيف من العيش الفينو، الحجم الصغير ده، مش عايزينه اكبر من كده. هقطعه صغير وهحط عليه ربع كوباية بس من اللبن الدافي، بيخليها هشة وطرية، وبديل بقى من اننا نحط بقسماط او دقيق، اللي هم بنحط منهم مثلا معلقتين او 3 كبار عشان نمسك بيهم مكونات الكفتة كلها وتبقى طرية. هو بيديني نفس الطراوة دي، وفي نفس الوقت بيدي طعم احلى بكتير جدا من البقسماط او الدقيق. هنسيبه بقى منقوع في الحليب شوية لحد ما يطرى خالص. تاني حاجة هنستعملها البصل. كيلو اللحمة بياخد بصلتين متوسطين أو بصلة واحدة كبيرة، هبشرهم ناعم أو ممكن تعملوهم في محضرة الطعام. حط عليها معلقة صغيرة من الملح عشان تساعد إنها تنزل ميتها، ونصفيها. مش لازم يعني نصفيها قوي، لكن ننزل منها شوية حلوين من ميتها. وهنخلي المية دي ما نرميهاش. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. هناخد البصل وهنحطه على اللحمة، والفينو خلاص سري. هنصفيه برضو بالمصفى او ممكن بايدينا نعصره كويس قوي من اي لبن زياده فيه ونحطه عليهم. وهنحط معاهم كمان عودين بقدونس بس صغيرين قوي، خدت الورق وفرمتهم ناعم. ما نكترش البقدونس عشان ما نلاقيهوش غمق الكفته واحنا بنسويها. وهنتبل الكفته بمعلقه كبيره بس مش مليانه قوي من الملح عشان احنا حاطين ملح في البصل، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. بيخليها هشه من جوه وما تبقاش مكبوسه. وبس كده، مش هنحط اي توابل تاني عليها تغير من طعمها. وهناخد بقى الكلام ده كله وهنعجنه بايدينا او في محضرة الطعام. هنعجنه كويس قوي، والخطوة دي مهمة جدا عشان الكفتة تبقى متماسكة وما تقعش من على السيخ واحنا بنسويها. هنعجن لحد ما نلاقي أنسجة اللحمة كلها بقت متماسكة ومتشابكة مع بعضها بالشكل ده. الكفتة من العجن بنلاقيها سخنت ومش هنعرف نشكلها. هنغطيها وندخلها التلاجة نص ساعة أو ساعة تريح وتتماسك شوية وما تبقاش بتلزق. ودي مية البصل اللي صفيناها. هحط عليها طماطمية صغيرة بشرتها ناعم، أو ممكن معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، ومعلقتين من الزيت، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هي فيها ملح فمش هحط ملح تاني، أو ممكن لو لقيتوها دلع حط ربع معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم مع بعض وهنسيبهم بقى على جنب شوية. الكفتة خلاص اتشمعت وما بقتش بتلزق في الإيد. هنبتدي بقى نشكلها. لو هتشووها على الفحم شكلوها على الأسياخ بتاعتها. أنا هشويها في الفرن، فهشكلها على عيدان الشيش. بس الأول هاخد العيدان دي وانقعها شوية في المية عشان ما تتحرقش في الفرن. هناخد قطعة من الكفتة ونعجنها بإيدينا الأول، وبعدين نشكلها على العيدان الخشب. وفي الآخر هبل إيدي بالمية وامسح بقى عليها على الكفتة من بره كده من على الوش كله، ونصبعها بالشكل ده كده. عيدان الخشب اللي هنستعملها نستعمل منهم 2 أو 3 أو أكتر كمان عشان تفرغها لنا من جوه كويس. لو هتشيلوها من العيدان مش هتسووها عليها، هنمسح عيدان الخشب الأول بالزيت، مسحة خفيفة كده بالزيت عشان يبقى سهل أشيله منه. لكن لو هتسووها على العيدان الخشب نقفل بقى الطرفين من فوق ومن تحت كويس قوي عشان تبقى متماسكة. ممكن كمان تعملوها على عيدان صغيرة، بيبقى حجمها صغير وبتبقى حلوة قوي، أو تعملوها على إيد المعلقة الخشب، بس الأول برضو تمسحوها بالزيت عشان تطلع معانا بسهولة. نيجي بقى للتسوية، ودي أهم من عمايل الكفتة نفسها. عايزين نسويها على أي حاجة تخلي الكفتة بعيدة عن أي سوائل أو دهون هتنزل منها. ممكن نحطها على شبكة زي كده، ممكن نستعمل شبكة الفرن، بس استعملوا صينية تبقى تقيلة شوية تكونوا بتستعملوها في الشوي والتحمير، لأنها هتتلسع من الدهون اللي هتنزل عليها. أو ممكن تحطوها على صينية عادية بس حطوا فيها ورق فويل. طب لو مفيش شبكة، اختاروا بقى أي صينية يكون ليها حرف عالي ونسند عليها خيدان الخشب من فوق، يبقى طرف العود ساند من الناحيتين على الصينية. كده هتبقى بعيدة عن أي سوائل هتنزل عليها. نيجي بقى لدرجة حرارة الفرن ووقت التسوية. بنشغل الفرن من قبل ما نبدأ في تشكيلها على أعلى درجة حرارة،
بدخل الشبكة كمان تسخن عشان لما نحط عليها الكفتة تاخد صدمة وما نلاقيهاش لزقت في الشبكة. لما الفرن يبقى سخن كويس قوي والشبكة كمان سخنة، لما بندخل الكفتة ما بتنزلش ميتها وتحتفظ بالسوائل بتاعتها جواها، ودي من الحاجات المهمة قوي اللي بتخليها طرية. وقت التسوية بقى قد ايه؟ ما بتاخدش في الفرن اكتر من 10 دقايق. باسيبها مثلًا 6 أو 7 دقايق في الأول على نار الفرن، هنلاقي لونها كله اتغيّر واتشمّعت كده ودخلت في التسوية. نقفل الفرن ونفتح الشواية ونسيبها تاخد لون خفيف، ونقلّبها على كل ناحية لحد ما تاخد لون حلو، وما نسيبهاش في الفرن كتير. يعني أول ما تاخد لون خفيف كده نطلّعها على طول، مش عايزين لونها يغمق أوي وتنشف معانا من سخونية الفرن. ممكن كمان لو عايزين اعملوا لها فحمة عشان تاخد ريحة الشوي الحلو. قدموها بقى مع رز أو مع عيش وسلطة طحينة، ودوقوا أحلى كفتة طرية وهشة وطعمها رائع. جربوها وبألف هنا على قلوبكم مقدما.